في الاخر يعني مع التقاط الكرات انفاس الشوط العرضية ممكن الاخير. شوية. تغييرات الكابتن مجدي عبد العاطي في الشوط الثاني كانت افضل بكتير من اللي كان بادئ عليه. انه نزل احمد عادل ميسي، لاعب بيعرف ينقل من نص الملعب شويه ويوصل. مم. عنده ديلسون كاموني، انا من وجهه نظري لاعب ما يقعدش على مقاعد البدلاء ابدا، لان لاعب عنده حلول كتيره جدا، سواء داخل الصندوق هو محطه، مم. لاعب بيعرف يستقبل اي كرات بدماغه براسيات، وبيعرف يلعب برجله كويس ويشوط، بصير كويس كمان ان يلعب للي جاي من تحته زيكو او اي حد يكون موجود تحت منه. مم. كمان البنوبي لما نزل لعب بدأ هو وزيكو يكون عنده 2 10، مم. يسيب واحد شويه يهرب على الاطراف، واحد تاني ينزل، فكان عنده شكل هجومي اكتر. وكمان انا شايف ان محمد اشرف الظهير الايسر اللي نزل في الشوط الثاني بدا يعرف، هو عارف مهارات لعيبته ايه وادائهم ايه داخل ارضيه الملعب، فشاف ان ديلسون كامونيه موجود داخل الصندوق فنزله لاعب يلعب له عرضيات. مم. محمد اشرف لاعب كويس جدا في العرضيات، لاعب بيعرف يقفل وان ازاي يخلص من نص ملعبه، مش يستنى كمان ان الكره تجيله التلت الدفاعي عنده، لا هو بيقابل من نص الملعب وبيزيد وبيلعب عرضيات. عشان كده ديلسون كاموني في اقل من 10 دقائق ظهر في اكتر من 3 او 4 لعبات هما الاخطر على مرمى الجونه. شايف كمان ان كابتن علاء عبد العال قال لك بعد ضربه الجزاء انا احمد ربنا على كده ان هي اه. ضاعت، لا ابدا احافظ اقفل اقف في نص ملعبي. وانا شايف ان كابتن علاء في ناس كتيره بتنتقده في ادائه، لكن انا شايف بالعناصر اللي موجوده معاه والصفقات اللي موجوده معاه والاسماء اللي هو بيلعب بيها في ملعب الجونه، وان كل الفرق بتجيله من سفر، لا هو ناجح بالشكل اللي بيقدمه ومش مطلوب منه انه يغيره. مم. هو راضي اه زي اراضي. ما. ده مظبوط. هو بس في الحقيقه اللي حابب اساله الكابتن علاء عبد العالي، يمكن لو انا معاه في المؤتمر الصحفي هساله سؤال مهم جدا، هو مم. مين الفرقه اللي انت ناوي ما تدافعش قدامها؟ او مين يعني يعني انت قدامك زد، اه. مع احترامي الشديد وقدراتهم وامكانياتهم الكتيره اللي احنا بنشيد بيها دايما، لكن انت شايف مين في جدول الدوري الفرقه اللي انت هتباغت وان انت اللي هتبدا انت وهتبدا تهاجم؟ اقول لك هجوم. انا اه اعتبرني كابتن عبد العال اه. مش اه. هيهاجم خالص في الدوري. ما مم. هو كده هتنزل. ما انت هو مش بتتكلم ان هاجم. نظام الدوري لا، ما هو بيجبرك. بقى زي ما كريم قال انا بعتمد على تأمين دفاعي بس ما هو والهجمة نظام الدوري السنه دي مش هيكسب، لا هيكسب اه ماتشات، اه هيكسب ماتشات بس مش بخطأ. اه. بخطأ من الفرق المنافسه مم. بضربه ثابته مم. بنفس طريقه اللعب بتاعه، مش اصل انا هيفتح لو الملعب حطيت نفسي خالص. مكان كابتن مجدي عبد العاطي، انا قدام مدرب بيزهقني ككوره في الملعب. مم. ده مدرب مهما هدي حلول وهنزل لعيبه عندها مهاره وعندها حلول، يعني هو نزل اكتر من لاعب مهاري بيمسك كوره وبينقل، مم. ونزل برضه لاعب بيعرف يقف على الكوره ويستنى ويشوط ويلعب بدماغه، ولاعب عنده قوه بدنيه فعنده الحلول عملها. مم. لا يعني كان في حلول تانية. ايه هي الحلول؟ يعني كان ممكن يسيب شادي ويلعب باتنين مهاجمين، يلعب اتنين على الاتنين مدافعين، ويلعب تمام. ويلعب ويدخل وينجات جوه، يبقى عنده اربعه في ال 18 ويطير مع الباكين لعبة كمان. الشطرنج اللي انت لسه كنت اه بتتكلم اه. عنها يا يعني كابتن، كان في كان حلول هينزل له احمد يعني. حامد شوشه يعني ويلعب معلش بثلاثه في الظهر جوميز، بس. النهارده لما الاهلي دافع عليه في السوبر عشان اشتغل كتير بره كابتن ايمن الرمادي، مم. وخصوصا في الامارات ومع مدربين كبار، مدربين اجانب. لكن انا شايف طارق مصطفى لما خرج وراح المغرب برضه رجع عنده فكر كويس. مم. كابتن مجدي عبد العاطي انه يصعد بفرقه زد، وان هو يؤدي الاداء اللي ادى بيه في الموسم اللي فات. كابتن عبد الحميد بسيوني انه ياخد السوبر قبل كده من الاهلي. لا عندك فكر في مدربين مصريين ان هم ينافسوا، لا، وخصوصا وبنشوف كسبوا اهلي برضه وزمالك. اه مدربين مصريين في سواء في العراق ولا في مظبوط. ليبيا اه ولا بتاع بيحققوا برضه مظبوط. نتائج. يعني هي ده حقيقي. برضه بتعتمد على طبيعة اللاعب وفي المصري برضه الفترة شوية. الأخيرة المدرب بدأ يثقف نفسه عن الأول، يعني احنا مم. بنشوف في الفترة الأخيرة كل المدربين بدأوا إن هم يروحوا ياخدوا الشهادات ويبدأوا إن هم يتعلموا ويبحثوا ويسافروا بره ويجوا. علي ماهر لسه جاي من المغرب، هو طارق مصطفى. و... لازم نشيد كابتن آه علي ماهر، الراجل آه مطلع آه وبيذاكر 24 ساعه بيشتغل. مم. كابتن علي ماهر مم. برضه يعني حاجه مدرسه ايمن الرمادي، كابتن آه ايمن الرمادي. مم. لكن في جزء كبير جدا جدا. التعليق. انا شايف ان حلول كابتن مجدي عبد العاطي كانت هي افضل من حلول كابتن علاء عبد العال شويه، مم. خصوصا في النقطه اللي الكابتن كريم بيتكلم فيها، هي ديلسون كاموني. مم. انا شايف المهاجم عندنا 3 انواع يا كابتن وائل. ديلسون كاموني هو من النوع الاهم في المهاجم اللي بيمتلك اكتر من حل ليك داخل الصندوق. مم. يمكن عندنا في مصر عماد متعب، عمرو زكي، نفس المدرسه اللي هي داخل الصندوق شويه، لكن عماد متعب كان ممكن يهرب يطلع بره ويسيب فيلافيو جوه. مم. شادي حسين عنده حلول لكن مش زي ديلسون كاموني. حلول شادي انه يلعب برجله كويس، يخرج بره الصندوق ويشوط، لكن مش اي عرضيه يعرف يصطادها يطلع ياخدها. شادي ممكن يلعب 10، ممكن يلعب تحت التسعة. مم. ممكن يبقى معاه مهاجم ويبقى هو جنبه، يعني زي ما الكابتن بوك كان ممكن يلعب باتنين راس حربة في الشوط الثاني. ده كان حل ممكن الكابتن مجدي، بس انا شايف ان الكابتن مجدي قال لك ده اول لقاء بلعب خارج ملعبي، مش عايز اغامر اكتر، مش عايز اخرج بخساره، لا احافظ لو خرجت بتعادل فانا كده قدام الاداره وقدام الجماهير حتى اللي بتتابع زد ومقتنعه باداء الفريق، فانا قادر احافظ على التجانس واداء فريقي. ومع اللقاءات اللي جايه اعرف، وخصوصا عنده ماتش قوي جدا قدام النادي الاهلي الماتش اللي الماتش جاي. الجاي لكن الاسبوع القادم. الجونه الناحيه الثانيه يا كابتن علاء، هي حته زي ما انا بقول لك كده، انت ناوي تهاجم مين، ناوي تكسب مين، وخصوصا بنظام الدوري الحالي. مم.
معاه اسماء الموسم ده اقوى من الموسم اللي فات بكتير. معاه محمد محمود، واحد من اهم اللعيبه في مصر. محمد محمود لولا الاصابات وسوء الحظ اللي كان بيقابله في المواسم اللي فاتت، كان محمد محمود هيكون في نقطه تانية وفي حته تانية جامد. شايف كمان عنده بلال السيد اللي ضيع ضربه الجزاء، لاعب كويس جدا. بعد ما ضيع ضربه الجزاء بلال السيد كان عنده باور، بيلعب باتنين لعيبه داخل ارض الملعب. اكيد عايز يعوض اه بيعوض، وبيعوض ان هو بيقطع وبيطلع هو اللي يكمل الهجمه، بيطلع هو اللي يشوط. يعني التسديده والركنيه اللي جت في اخر اللقاء كان عن طريق بلال السيد. عنده الاطراف برضه مميزين جدا. سيف شيكا كان عايز يظهر شيء امام فريقه اللي قبل كده. دكه البدلاء والاحتياطي عند كابتن علاء عبد العال اقوى بكتير جدا من الموسم اللي فات، حتى في حراسه المرمى في كل حاجه. فانا شايف ان حلوله في المباريات اللي جايه هتكون كويسه عن النهارده. كابتن كريم، قبل ما ننتقل بقى ده الكتله الدور اللي انا بقول لك الدفاعيه. عليه، ديلسون كاموني يعرف يعمله عن برافو شادي. عليك. يعني ده يعرف يعمله عن شادي. وكمان في نقطة مهمة، انت كنت بادئ بسامح ابراهيم في ناحية الشمال، هو مش باك ليفت، ومش حتته ومش بتاعته. فعشان كده محمد اشرف لما نزل ولعب في الحتة دي ظهر اكتر، والهجمات بقت موجودة والعرضيات بقت موجودة. كان بيعمل الكلام ده علي جمال في شوط اللقاء الاول من على الجهة اليمنى، ولكن كان شادي هو اللي موجود جوه منطقة الجزاء، فبالتالي كانت اي كرة عرضية بتروح للدفاع، ما بتروحش للمهاجم زد. لكن انا شايف ان انت لو حتى كنت منظم وكنت بادئ بمحمد اشرف، كنت بادئ بديلسون كامونيه، وكان عندك كل الحلول ديت متوفره، طريقه كابتن علاء عبد العال تجبرك ان انت كنت هتوصل برضو لنفس الدقائق مع اي حلول ومع اي وقت. كابتن علاء بالتحفظ الدفاعي، التنظيم الدفاعي، نجح ان يغلط لعيبه، حتى اللعيبه المهاريه ما عادش عندها حلول داخل ارض الملعب من زد. فانا شايف اللي ينجح في لقاء النهارده اكتر من التعادل ده. لو قلت لي مين اللي كسب بالتعادل، هقول لك ان الجونه هو اللي كسب، لان كابتن علاء اللي هو فكر فيه عمله، لكن كابتن مجدي اللي فكر فيه ما قدرش يعمله. طب بالنسبة للصفقات، شايف المكسب الحقيقي هنا وهنا من الصفقات لا، اللي انا هم شايف الصفقات المكسب الاكبر هيكون لزد، لانها مش كتير، وصفقات جايه في مناطق معينه وفي اماكن انا محتاجها فعلا ومحتاج ان انا هلعب بيها. لكن انت بتتكلم في الجون، انا جايب فرقه، جايب فرقه 11 لاعب هيلعبوا معاهم. احنا بنتكلم في 19 لاعب، يعني انا معايا 8 كمان بره. يعني انا اصلا معايا من الفرقه اللي فات مفيش. يعني ما عنديش ما عنده بتاع بقيه القايمه من القوام اللي كان موجود معاه، لكن هو معاه فرقه كامله. بتتكلم انه لعب اكتر من 9 و10 ماتشات لقاءات وديه علشان يبقى في تجانس. لكن مع الوقت ممكن صفقاته تكون موجوده، وخصوصا محمد محمود لاعب كبير، احمد حامد شوشه كان بيلعب مع المصري في الكونفدراليه، عنده اسماء ممكن تغير شويه. لكن الافارقه سنهم صغير جدا، من 20 و23 سنه. هو صغير بالنسبه لنا لكن هو ده العادي. لكن انك تجيب لاعب محترف من نيجيريا بيقبض بكذا، وفي التوقيت اللي احنا فيه وفي الكلام ده كله، لازم تجيبه افضل من اللاعب المحلي اللي بيلعب عندك. لكن انا شايف ان الافارقه كمان مش هيبانوا دلوقتي مع الجون. اكيد. كابتن ممكن يعني اختلف معاه شويه مع كابتن كريم. انبي نفس العناصر اللي كانت موجوده، ما مشيتش ناس كتيره منهم، كانوا صغيرين في السن. انت كنت بتتكلم الموسم اللي فات ان بيلعب بلعيب عنده 20 سنه و23 سنه. الموسم ده اللاعب ده اكتسب خبرات الموسم اللي فات، فبادئ معاك بلقاءات وديه، فعندك جاهزيه، حافظين المدرب بتاعهم من السيزون اللي فات. فانا شايف ان انبي عنده استقرار شويه، حتى وان كان طموح الفرقه واداره النادي هي ان انا بستثمر وببيع لعيبه وكلام من ده. لكن ما باعش لعيبه كتير، هو مشى 2 3 لعيبه وجاب مكانهم من قطاع الناشئين مش من بره. فبالتالي نفس السيستم نفس النظام، فاللعيبه حافظه فكر الاداره ايه، فكر الجهاز الفني ايه. فانا شايف ان يبقى عنده استقرار، وهيقدم الموسم ده الكوره. هي مش زي السنين اللي كانت قبل كده اللي طلع لنا لعيبه كتير، الاهلي والزمالك وكلام من ده. ولكن انا شايف ان العناصر كان عنده اكتر من اسم، عنده مواهب كتيره في الفرقه، عكس مودرن سبورت. مودرن سبورت يمكن هو عنده فرقتين زي ما حضرتك عارف. الفريق استثمر في نادي السكة الحديد وعمل صفقات كتيرة أعارها باسم السكة الحديد، حتى سموه السكة الحديد مودرن. على نفس سير سيراميكا كليوباترا قبل كده مع ديروت، والأهلي مع دلفي. أنا شايف إن أنا شايف إن مودرن مع الأسماء الكتيرة اللي مشت والأسماء اللي جت منها لعيبة من القسم الثاني من الدرجة الثانية والكلام ده، كابتن طلعت مع أول كام لقاء ممكن ما يكونش فيه تجانس بشكل كبير زي ما هيكون موجود في إنبي. لكن فكر بقى الإدارة رايح لفين في مودرن، هو رايح لنفس الفكر اللي الكابتن كريم بيتكلم عنه في إنبي. فكر النادي اختلف تماما عن ما كان في يوتشر، دلوقتي بقى مودرن. ففكر هو الأصل فيه هو الاستثمار، إن أنا أجيب مواهب من الدرجة الثانية وألعبها معايا سواء في السكة الحديد أو في مودرن، علشان في يناير أخد منهم اسم أو اتنين، وبعد كده أطلعه وبعد كده أبيعه برقم كبير.
ففكر النادي اختلف كتير. يعني مودرن سبورت لو كان فيوتشر قدم كرة هجومية وكرة جميلة الفترة اللي فاتت والناس تابعتها، ففي الموسم الحالي على ما اعتقد، وممكن كابتن طلعت طبعا الكلام ده كله اتغير، لكن انا تقديري ان هو الموسم ده هيكون تفكير الفرقة كله في ان ازاي يستثمروا في العناصر اللي هيبدأوا بيها الموسم. اكيد انا شايف ان الاستقرار زي ما قلت لحضرتك في انبي كابتن سيد ياسين من الموسم اللي فات، وان الاداره تكون واثقه فيه ان هي تكمل معاه للموسم الجديد كمان مع ظروف المسابقه الجديد. عنده عناصر مميزه يقدروا يمسكوا الكره في نص الملعب، اكتسبوا خبرات زي ما قلت لحضرتك. مم. لكن انا شايف عنده قدام كمان رفيق كاب، واحد من اسرع اللعيبه في الدوري. عنده محطة اللاعب الصندوق اللي أنا بتكلم مع حضرتك عنه حتى في اللقاء الماضي، أحمد أمين أوفا. مم. نفس الفكرة في الناحية التانية في مودرن بقى، هتروح هتلاقي أحمد عاطف هو لاعب محطة ولاعب جوه الصندوق، وعنده سرعات وعنده هيدرس كويس، بيعرف يقابل أي عرضيات تجيله. مين اللي بيقدر يوزع له وينقله؟ علي زعزع بيقدر برضه إن هو يتحرك وينقل. فالفريقين عندهم عناصر كويسة، عندهم استقرار سواء فني من الموسم اللي فات، عندهم استقرار في العناصر، عندهم استقرار مادي. فأنا شايف إن إحنا لازم نشوف مباراة ممتعة عن المباراة اللي إحنا تابعناها من شوية، مم. وان المستمعين يستمتعوا معانا بيها ان شاء الله. احنا نذكر برضو ان الجونه وزد انتهت بالتعادل. انبي في مشكله. النقطه دي بالذات فكر متطور شويه، يمكن مم. لسه هنتعرف على فكر مودرن سبورت في الموسم الجديد. مم. لكن انا شايف ان انبي ضوابط رئيس النادي اللي وضعها للفرقه مع كابتن مم. سيد ياسين، انا ما بمشيش حد في نص الموسم، مم. انا اللي ببيعه في نهايه الموسم. مم. دي وبالشروط نقطه كويسه. وبالشروط اللي هيتباع ده بيتباع بره مصر ولا جوه مم. مصر؟ طب لو هيتباع جوه مصر، انت شايف هو بايع لاعب للزمالك بياخد نسبة على كل لقاء بينزل فيه مم. 3 دقايق، لو شارك لو خدوا بطولة هو بياخد انت رقم. عارف يا كابتن يوسف ممكن يكون فكروا في الفكره جايب صفقه هناك تسوي الناحية التانية صفقة مودي ناصر كويسة. وفي اسماء بقى، الفريقين عندهم أيوة. الفريقين عندهم اسماء يقدموا لنا دكتور ماتش كويس. كويس. اكيد. مم. كابتن كريم، كابتن يوسف، كل الشكر لمحمد كساب، والاخراج دينا فايد ومصطفى محمود.